بتصرف ازاي لو سهم نزل بيا 30 او 40%؟ ولا مش شرط ان انا اعمل متوسط. ايه ده؟ مش هتعمل متوسط برضو؟ امال هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم تبقى عارفها ان المستثمر مش بيعمل اوردر وقف الخساره ده تقريبا، لانه لما بيشتري حاجه بيبقى شايف ان قيمتها هنا لكن سعرها هنا، يعني هي اقل من قيمتها، وبالتالي لو نزلت تحت اكتر ده بيعتبرها اقل من قيمتها اكتر. الله، طب لما هو السيناريو كده ليه مش بتعمل متوسط في بعض الاحيان؟ قبل ما اقول لك بفكرك سريعا ان في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جواه معلومات تعليميه حصريه عن البورصه المصريه والبورصه الامريكيه مش بحطها هنا، بالاضافه الى لسه للاسهم القويه ماليا طبقا لوجهه نظري الشخصيه، وهذه قناعاتي الشخصيه وهذه ليست نصيحه ماليه. انا محمد فاروق بقالي 21 سنه في المجال ده. كل سهم ايا كان هو ايه ليه نسبة مخاطرة معينة، وعلى اساس نسبة المخاطرة دي المستثمر بيحسبها ويحدد نسبة السهم من المحفظة المفروض تكون كام. فلو سهم طبقا لمخاطرته ما ينفعش يزيد عن 7% من محفظتي والسهم ده نزل، ما ينفعش اعمل متوسط واخلي السهم ده يوصل ل 15 او 20% من المحفظة، لان طبقا لمخاطرة هذا السهم ده كده ممكن يهدد مخاطرة المحفظة كلها على بعض. فحساب المخاطرة هي حاجة فيها فن وفهم، الموضوع مش عشوائي. ولو عايز تتعلم تحليل الاسهم والاسواق المالية وحساب المخاطرة بطريقة محترفة، نقطة البداية في التعليم هتلاقيها في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة.